ازاي تضيع وقتك في بناء هوية شخصية مش ليك؟ انك تلبس قناع مش قناعك وتعيش حياة مش حياتك وفي الاخر تكتشف انك مش راضي عن نفسك. الهوية الشخصية مش مجرد شكل او ستايل، هي كل حاجة عنك، افكارك ومشاعرك وتصرفاتك، واهم حاجة انك تبني هوية متوافقة مع قيمك الداخلية علشان تعيش حياة مليانة رضا. وربنا قالها لك واضحة في القرآن الكريم: ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين. يعني لما يكون عندنا توجه واضح في حياتنا هنقدر نحدد طريقنا ونبني هويتنا على اساس قوي. فانت لو مش عارف انت مين وعايز ايه فانت هتعيش طول عمرك في ضياع. وهنا جيم رون قال جمله فرقت معايا قوي: The major value in life is in what you get. The major value in life is what you become. فالقيمة الكبيرة اللي في الحياة مش في اللي هتحصل عليه، لا ده في اللي هتصبح عليه. وخدها مني نصيحة: الهوية الشخصية هي أساس كل خطوة تاخدها في حياتك، فلو عاوز تبني حياة شخصية قوية متوافقة مع نفسك خلي البداية من جواك. وقول لي في الكومنتس ايه اكتر حاجة بتخليك مش قادر تكون نفسك. ولو الكلام ده حرك جواك حاجة فاعمل لاف فولو، بس من الريلز اللي جاي هنتكلم فيه عن بناء الذات من الصفر للقمة.